تعالوا مع بعض النهاردة نعمل الناجتس بطريقة جديدة واقتصادية جدا. ممكن نسميه ناجتس وممكن نسميه بانيه الشركات. مش هتتخيلوا ان بصدر فرخة واحد هتعملوا كمية كبيرة جدا من قطع الناجتس، وكمان ممكن تضاعفوا الكمية اكتر كمان ما انا عاملاها وهقولكوا ازاي في الفيديو. وطعمه تحفة من جوه وهش وخفيف ومقرمش من بره. تعالوا مع بعض نشوف الناجتس القمر ده عملناه ازاي ونقول بسم الله. اول حاجة معايا وحدتين كده وسط من البصل، هقطعهم كده اي تقطيع لان طبعا هفرمهم في الكبة وكده. قطعتهم كده مكعبات، تقدروا تقطعوها اصغر زي ما انتوا عايزين. بعد ما قطعتها كده هبتدي احطها في الكبة وافرمها ناعم كويس قوي. انا عايزة البصلة تكون ناعمة ما تكونش باينة معايا قطع. بعد ما فرمتها كويس قوي في الكبة وبقت ناعمة معايا برضو وحدتين كده صغيرين من البطاطس، هبتدي برضو اقطعهم كده اي تقطيع كده. بعد ما قطعتهم كده لقطع صغيرة عشان تسهل عليا الفرم، هحطهم كده على البطاطس على البصل اللي انا فرمته في الكبة، وافرمهم مع بعض كده فرمة بسيطة لان لسه هضيف باقي المكونات. بعد ما فرمت البصل كده مع البطاطس واختلطوا مع بعض بقى ده شكلهم كده. بعد ما اتخلطوا مع بعض هضيف عليهم كوباية من الكريسبي، وده طبعا بيتباع عند اي عطار، بيكون ده شكله على شكل حبيبات كده بس بيكون خشن. انا مش عايزاه خشن كده، عشان كده هبتدي افرمه في المطحنة وهنعمه ناعم كويس قوي بالشكل ده. ده تقريبا نص كوباية من الكريسبي، هبتدي اضيفها كده على المكونات اللي معايا في الكبة على البصل والبطاطس، وبرضه هضربهم ضربة بسيطة كده مجرد بس ان هما ما يتخلطوا كده مع بعض. وبعد كده ما خلطتهم مع بعض في الكبة وبقوا معايا بالشكل ده. معايا هنا صدرين من الفراخ انا كنت مفرزاهم، هقطعهم كده وهما متجمدين، مش هسيبهم يفكوا علشان لو حطيتهم هما فكين هيبقى معايا زي العجينة كده، وانا عايزاها عجينة متماسكة عشان اعرف اشكلها. وقطعتهم كده مكعبات وهما متجمدين، بيكون سهل عليا في التقطيع زي ما انتوا شايفين كده. قطعتها كده مكعبات وهي متجمدة، وهبتدي اضيفهم من المكونات معايا في الكبة. ولو الكمية معاكي كبيرة تقدري تقسميها على مرتين علشان الكبة ما تبوظش معاكي. انا هنا ضربتهم كويس قوي مع بعض وكل المكونات اتخلطت، حطيتهم كده معايا في بولة بعد ما فرمتهم كويس قوي في الكبة. هبتدي اضيف عليهم البهارات بتاعتي، عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، نص معلقة بابريكا، نص معلقة من توم البودر، وربع معلقة من الجنزبيل، وهقلبهم كويس. وتقدري طبعا تحطي البهارات في الكبة تتخلط معاها في الكبة كويس قوي. وبعدين بعد ما قلبت المكونات مع بعض بقى ده شكلها، هسيبها في التلاجة نص ساعة لحد ما تتماسك معايا واقدر اشكلها. وهنا بعد ما سبتها في التلاجة نص ساعة خرجتها. معايا هنا صينية فردت عليها كده كيس من البلاستيك، تقدروا تحطوا استرتش راب او تقدروا تحطوا ورق زبدة زي ما انتوا عايزين. وهدهنها دهنة بسيطة كده من المية، وهحط عليها الناجتس وهبتدي افرده. وعشان ما يمسكش في الايد هبل ايديا كده بسيط من المية وهبتدي افرده بسمك تقريبا 2 سنتي او على قد ارتفاع الصينية. وتقدري طبعا تعمليه اقل من كده هيعمل معاكي قطع اكتر لو انت عايزاه يكون حجم رقيق. وهبتدي اعمل خطوط كده على قد القطع اللي انا هعملها بالسكينة قبل ما ادخلها الفريزر. هتكون دي نفس القطع اللي انا هعملها لما هتخرج من الفريزر. هبتدي اعيد على الخطوط دي تاني علشان تكون معايا سهلة في التقطيع، وادخلها الفريزر لمدة ساعتين تقريبا لحد ما تتجمد. وده هيساعدني في التشكيل، يعني هيكون سهل معايا. تقدري طبعا تشكليه على طول، مش لازم تعملي الخطوة دي، بس دي هتسهل عليكي في التشكيل لما تكون متماسكة معاكي بالشكل ده. وهنا بعد ما خرجتها من الفريزر شايفين ماسكة نفسها. معايا هنا كوبايتين من الكريسبي، طبعا انا طحنته بالمطحنة ناعم. ومعايا هنا بولة تانية فيها مية،
وهجيب كده قطع الناجتس وهبتدي احطها في الكريسبي واضغط عليها كويس قوي، وبعدين هحطها انزلها في المية واخرجها على طول، وهرجع اعملها مرة تانية في الكريسبي واضغط عليها، وهيكون ده شكلها عشان طبقة الكريسبي تمسك عليها كويس. هعمل معاكم واحدة تانية بالشكل ده كده، هبتدي اضيفها كده للكريسبي واضغط عليها كده لحد الطبقة الاولى ما تتماسك كده، وهنزلها كده في المية. هنا انا بحاول اعدل الشكل بتاعها، هنزلها كده في المية واخرجها على طول وارجعها تاني كده للكريسبي عشان تعمل معايا طبقة متماسكة ما تفكش معايا في الزيت، وبيكون ده شكلها. بعد ما عملت كل الكمية بالشكل ده كده، عملت معايا تقريبا 30 قطعة، وتقدري طبعا تزودي عدد القطع لو عملتيها بسمك ارق من كده. انا هنا عاملاها سمكها تخين شوية، تقدري تعمليها حجمها صغير عن كده وكمان سمكها اقل من كده، هتعمل معاكي تقريبا 50 قطعة، مش ببالغ، بتعمل معاكي قطع كتيرة جدا تكفي اسرة تقريبا 5 افراد. بصدر فرخة واحد هتعمل معاكي كل الكمية دي. هنا انا حطيتها في الزيت ودرجة حرارة الزيت بتكون وسط. اول ما الزيت يسخن معايا هنزل فيه القطع، واول ما تاخد لون من تحت هبتدي اقلبها بالشكل ده كده. الكريسبي مش بيتحمر جامد، يعني هو بياخد لون ذهبي كده بسيط، وبتكون استوت معايا وبقيت معايا بالشكل ده كده بعد ما خرجتها من الزيت. شايفين ازاي شكلها تحفة ومتماسكة؟ شايفين انا عاملاها بسمك تخين، يعني ممكن كمان تعمليها اقل من كده تكون برضو حلوة معاكي، وهتعمل معاكي كمية كبيرة جدا. مش لازم تعملي نفس السمك اللي انا عاملاه ده، لو عملتيها بسمك اقل مش ببالغ هتعمل معاكي تقريبا 50 قطعة من الناجتس او البانيه اللي انتوا شايفينه ده. وبصراحة طعمها كان تحفة. تقدري بقى تعمليها سندوتشات، تعمليها مع مكرونة زي ما تحبي، وبصراحة جميلة وتحفة في كل حالاتها. سامعين صوت القرمشة؟ مقرمشة من بره وكمان طعمها تحفة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ووصفة النهاردة تجربوها وتقولي رأيكم، وبألف هنا.